السلام عليكم يا حبايب قلبي، سما سلام من السعودية لمصر. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده يا جماعة جات لي هدية حلوة جدا لراس السنة من أحد المتابعين. واحدة ست يمنية محترمة كده اسمها أم جنى. طبعا أول ما جابت لي الهدية دي لراس السنة قالت لي جايبة لك حاجة حلوة جدا هتعجبك، وكل ما تخش المطبخ كل ما تدخلي المطبخ هتفتكريني. شكرا لك يا أم جنى. تعالوا نشوف يا جماعة الهدية اللي جابتها لي ايه. طقم حلو جدا جدا. بصراحة كان ناقصني الطقم الحلو ده عشان أحطه في المطبخ بصراحة يعني. تعالوا هنفتحه مع بعضنا دلوقتي. بس اول حاجه اول ما فتحت الطقم الحلو ده فقلت لازم اعمل بقى فنجان قهوه كده عشان اوريكم الطقم على جماله وحلاوته وشياكته. هو الطقم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، والله يعلم الله ما بكدب عليكم يا جماعه. الطقم ده جالي هديه من واحده ست محترمه يمنيه اسمها ام جنى. شكرا لك يا ام جنى وسنه سعيده عليك يا رب وتتهني باذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، كانت بتتواصل معايا الفتره التانيه، كانت يعني ايه بتخش تقول لي شكرا على فيديوهاتك الجميله، انا بيعجبني محتواك وبحب فيديوهاتك جدا. لقيتها تواصلت معايا خاص وقالت لي انا جايبه لك هديه راس السنه وحاجه في المطبخ عشان كل ما تعملي تخش المطبخ تعملي فيها حاجه تفتكريني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، يلا ما ربنا. انا اول مره تجيلي هديه بصراحه من القناه عامه يعني. لسه اول مره تجيلي هديه يعني بجد. بس اول ما جات لي الهديه والله العظيم بجد قلت لازم اجربها معاكم، قصدي هفتحها معاكم واوريها لكم عشان زي ما بشارككم في احزاني اشارككم برضو في افراحي. عشان انتوا عيلتي التانية على فكرة. والله انا ما بحكي لحد وما بفضفض لحد قصدي الا معاكم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الطقم كان تقيل جدا، وانا بحب الالوانات البيضه دي اللي فيها نكشه هاديه سيمبل كده. بحب الحاجات دي، ما بحبش اللي فيه شغل وفرح كتير وهيصه. يعني ما شاء الله ذوقها حلو جدا وذوقها راقي جدا. يعني تسلمي لي يا ام جنى، شكرا لك بجد. ربنا يخليكي ويخلي لك عيالك يا رب، تحرمش منك ابدا. شكرا بجد بجد على الهديه الحلوه او اللطيفه دي. ما تحرمش منك يا ام جنى بجد. شكرا بجد بجد بجد. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه بجد والله. والبراد عجبني قوي، البراد شكله حلو قوي. هتتفرجوا على البراد. على فكره الطقم تقيل جدا عشان تبقوا عارفين، تقيل تقيل بجد. دول اقسم بالله ما قدرت اشيلهم. بجد الطقم تقيل قوي قوي يعني، حاجه ما شاء الله يعني نظيفه. هفتح لكم برضو الاطباق وهوريها لكم برضو. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الحاجه زي ما انتم شايفين كده متغلفه شكرا لك بجد يا ام جنى. انا فرحت بجد يا جماعه. انا اول مره تجيلي هديه من على القناه بتاعتي بجد بجد. بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتحط لي تعليق حلو جدا. أه بجد بجد انا انبسطت صراحه من الهديه دي. حاجه حلوه جدا، وبفرح لما بعرف حد يعني بيحب فيديوهاتي، بيحب محتوايا، يعني بيقدرني، بيجيب لي حاجه زي كده. يعني انا بحس ان انا مبسوطه، بحس ان انا قناتي متشافه، بحس ان الناس بتدعمني وبتفرحني وبتسعدني. ربنا يسعد الناس كلها يا رب اجمعين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحاجه دي صراحه بسطتني قوي. ان في حد يعني اتواصل معايا وقالت لي هي على فكره يمنية ومقيمة هنا في السعودية. اتصلت معايا وجابت لي الحاجة دي وبعت لها اللوكيشن، جابتها لي هنا لحد البيت. شكرا لك بجد يا ام جنى، متحرمش منك بجد بجد بجد. لك الشكر كله. يعني ما شاء الله الحاجة دي عجبتني وبسطتني بصراحة، حلوة قوي. هنا الطقم كان تقيل جدا بصراحة يعني. زي ما انا حبيت بس اشارككم الحاجة واوريها لكم عشان ايه، يعني انتوا بتتابعوني في كل حاجة. يعني كمان دي مش هتابعكم، مش هوريها لكم، لا لازم اوريها لكم. يعني انا حبيت اشارككم في كل حاجه. انتوا عيلتي التانية يعلم ربنا. انا على فكره عامله القناه دي يعلم ربنا يعني. عاملاها جالي منها رزق، جالي ما جاليش عادي. انا كفايه ان انا بطلع وبفضفض معاكم وانتوا بتشوفوني، وكفايه التعليقات الحلوه اللي بتجيلي منكم. دي عندي في الدنيا كلها بجد بجد بجد. يعني الحمد لله والشكر لله. يعني اكبر حاجه قناتي اهو دخلت المراجعه من شهر لسه ما رضوش عليا. بجد يعني والله حاجه برضو دي مش زعلانه، كل تاخيره وفيها خير عادي. ما فيش اي مشكله عادي، والحمد لله على كل شيء يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنونا في فيديو جديد.